ساحة البرلمان الصومالي تحولت إلى حلبة للملاكمة بين النواب الصوماليين الذين فرقهم الاختلاف في الرأي حول الأزمة السياسية المعروفة بأزمة سحب الثقة من رئيس البرلمان الصومالي. هذه الفوضى يتحمل مسؤوليتها الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان. الرئيس شريف انتهك دستور الوطن ولم يقدر على تحمل مسؤولياته. الأزمة تفجرت بسبب قيام بعض النواب الصوماليين بسحب الثقة من رئيس البرلمان وإعلان الرئيس الصومالي رفضه لهذه الخطوة حيث وصفها بغير شرعية، الأمر الذي أدى إلى انقسام البرلمان إلى فريقين يتبادلان الاتهامات بخرق اللوائح الدستورية. نحن نؤيد قرار الرئيس الصومالي. الرئيس عرف أن سحب الثقة من رئيس البرلمان خاطئ ولا يستند إلى أي شرعية. هؤلاء هم أعداء السلام والنظام. ويرى مراقبون أن البرلمان الصومالي الذي كان يعول عليه في حل المشاكل الصومالية قد تحول إلى جزء من المشكلة وليس الحل. معارك من نوع آخر لتحقيق مكاسب سياسية في الفترة المقبلة تدور بين النواب الصوماليين في وقت تتجدد فيه معارك حقيقية في مناطق وسط الصومال أملا في إنجاز مكاسب عسكرية. تصعيد عسكري ونذر حرب جديدة في مناطق بوسط الصومال بعد دخول قوات أثيوبية في مدينة بلدوين من أجل مد يد العون للحكومة الصومالية في حربها ضد حركة شباب المجاهدين، أمر تقول حكومة الشريف إنه سيحقق لها مكاسب استراتيجية أهمها إخراج مقاتل حركة شباب المجاهدين من مناطق واسعة من الصومال كانت تحت سيطرتهم لفترة طويلة. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.